لكن هناك دفة أخرى تتحدث على أنه في النهاية احتكاك مع منتخب أوروبي مصنف حاليا في الترتيب العالمي الدولي أفضل من المنتخب المغربي من حيث التصنيف الدولي لاتحاد كرة القدم. لكن على العموم تبقى مباراة ودية، تبقى مباراة إعدادية، يبقى منتخب أوروبي، يبقى الاحتكاك هو الأهم، ويعيده إلى الواجهة بعد أن غاب لمدة 20 عام. 20 عام يسأل عنها من يسأل والفاهم يفهم. صافرة الحكم، وعنده طبعا سعود بن عطية والسايس ينتظران الراسيات مع مانويل داكوستا. هنا حكيم يرفعها قوية لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. المباراة الأولى لهيرفي رونار تحول إلى 3-5-1-1 و5-2 بينما كرة عرضية هذه فيها خطورة، حتاري ممكن التسديد من بعيد لكن الدفاع يتدخل. فرصة خطيرة للمنتخب الأوكراني لكنها ذهبت مباشرة سهلة إلى الحارس. في الحقيقة استبعدها المدرب هيرفي رونار. حمزة منديل هتاخد، ينطلق حمزة عرضية والحارس بياتو. أوه يا حكيم زياش أمام المرمى واختار كورة للمغاربة، والركنية ستلعب من القصير الخطير. مبارك بوصوفا يلعبها، هذه عرضية بالراس يا سايس بالراس. هناك في ألمانيا بثلاثية لوكا توني وزامبروتا في تلك الليلة. هنا الكرة من أمرابط ينطلق، عنده الفرصة، خالد بوطيب يبحث عن الكرة حتى لبارك بوصوفا، تسديدة بعيدة يا بوصوفا. كان تحرك لخالد بوطيب على اليمين، هل يصنع الفرص؟ لأن دائما إن تلعب بهذه الطريقة وما عندكش أسنان، ما عندكش أسنان باش تاكل، روح وارتاح. هذه كرة من حمزة يحط، هذه خطيرة، جول يضيع. الفرصة خطيرة، يا لها من كرة، يا لها من لقطة، ويا لها من لمسة ضاعت من المنتخب المغربي. يا حمزة منديل، لعبة جميلة وكرة حوارية، وحمزة منديل على مستوى الجبهة اليسرى. كونوبليانكا راح ينطلق لوحده حتى في اليسار، هذه صعبة، مرور سليم، زيليسنوف، مانويل داكوستا في المكان السليم. داكوستا أمامك في الصورة ليتراجع وبعد ذلك يعود في أجواء المباراة. بوصوفا يا سلام، هنا اللعبات، وين يا يونس، وين يا بلهندا؟ زينشينكو خطير، ممكن يمر حتى، هذه صعبة، كولوبليانكا والحارس المحمدي في المكان السليم. برافو 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 منير، برافو يا منير. ركنية أوكرانية، راسية حمزة منديل، يونس بلهندا، بوصوفا يحطها مع حكيم عنده نور الدين. أمرابط راح أمرابط، روح يا أمرابط، وين يا أمرابط؟ ضاعت الكرة، فرصة خطيرة ومرتدة سريعة يا بوصوفا إلى زياش إلى أمرابط إلى بياتوف يضربها في أمرابط. ركنية من كونوبليانكا، يرفع الكرة على مستوى القائم الأول، الرأسية موجودة من بوطيب، مش ممكن يعني كل الركنيات يحيدها بوطيب، يشيلها بوطيب، يطيرها بخالد بوطيب منذ بداية المباراة، حاضر في المساندة الدفاعية في الحقيقة منذ. شوف بوطيب موجود بوطيب، ممتاز. رغم أن الشارة للليدر، لقائد الدفاع، لقائد الفريق في تشكيلة المنتخب المغربي. عودة إلى بياتوف لكن صافرة الحكم السويسري السيد ساندرو شارير تنهي أحداث وزمن والشوط المباراة الأول بأداء مميز بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، بسيطرة واستحواذ لكن بدون فرص كثيرة وبدون فرص حقيقية للتسجيل. إذا نعود من جديد مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان إلى أجواء الشوط الثاني من مباراة المنتخب المغربي أمام أوكرانيا
في اطار الاستعداد لمونديال 2018. في هذا المساء الحديث عن طبعا امين حارث اللي دخل مكان خالد بوطيب، وخروج المهدي بن عطيه، ودخول كذلك اشرف حكيمي والمزراوي، كل اسماء حاضره تنتظر متى سيكون دورها ينبارك. بوصوفا يحط الكره مع حمزه، منديل الى امين حارث مره اخرى الى منديل، حمزه ممكن بوصوفا ما فيهاش تسلل، مرور لكن رايه كانت الاسبق ينبارك بوصوفا. اكثر المنتخبات مشاركه، بينما كره خطا قاتل، خطا ممكن صعب لكن ممتاز حمزه، ممتاز، تدخل ممتاز من حمزه منديل، تدخل بدون خطا بعد الخطا الواضح من مانويل داكوستا اللي ممكن راحت منه الكره، لكن التغطيه تاتي من حمزه منديل. اسماء اليوم غائبه عن المباراه، امرابط وبالهندا، مراوغات، تحركات، تمريرات، لمسات، لعبات، كل شيء من بوصوفا الليله. نور الدين امرابط عشوائيه يا نور الدين، عشوائيه يا نور الدين. تسديده بالهندا ولا تحكي، وخليني نشكي وما نحكي، خليني نشكي وما نحكي يا بالهندا. تعود للمنتخب الاوكراني في الجبهه اليسرى، السرعه حاضره والفرصه موجوده، متابعه من سايس يفقد السيطره، كره اوكرانيا هذه خطيره على مستوى القائمه الثاني، حمزه منديل، بوصوفا يبعدها، كره خطيره اوكرانيا، اوي فرصه اخرى خطيره لكن دفاعات قويه. على فكره المنتخب المغربي لم يخسر ولا مباراه منذ التصفيات وصولا الى الوديات، منذ التصفيات وصولا الى الوديات لم يخسر ولا مباراه في تصفيه كاس العالم، ولم تستقبل شباكه في الامام. المنافس الاول منتخب ايران، منتخب ايران هو المنافس الاول في المباراه الاولى. سلامات ان شاء الله. ما الذي يجري اليوم؟ ما الذي يجري يا شباب؟ لا نريد ان نرى مثل هذه الاحتكاكات. لاعبي المنتخب الاوكراني يفقدون السيطره بشكل سريع. يقول لك نخسر من اسبانيا، نفوز على ايران ونفوز على البرتغال. وين هذا الكلام؟ من اين اتيتم بهذا الكلام؟ مش ممكن. الكل اصبح محلل، الكل اصبح يفتي في عالم كرة القدم وفي العالم الافتراضي. التبديل ياتي الان، بوهدوز هو البديل مكان بالهندا. في الكرة الماضية نتحدث عنه انه من اول اللاعبين اللي ممكن تحدثوا مع زين الدين زيدان وشكروه على الدور مع ريال مدريد. امين حارث حتى الان يقدم شوط ثاني ممتاز. نور الدين امرابط ممكن تضيع الكرة، ممكن الكرة تضيع، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام يا نور الدين امرابط، عرضية ولا كلام. في المباراة الأخيرة يا نور الدين امرابط سيغادر في انتظار الظهور المميز يا امرابط. فيصل فجر مع طبعا يوسف ايت بن ناصر، الثنائي القادم في تشكيلة المنتخب المغربي. وفي التعديلات والتبديلات هل من شيء نراه بهذه الأسماء؟ يا هيرفي رونار عن المباريات الرسمية، بوجود هذا الفارق الكبير وبوجود هذه الأشياء التي ممكن تحسم لك الأمور في أي شيء. بينما كرة في عرضية الحكم يقول ركنية ثانية للمنتخب الأوكراني. يا بيسيدان، هذا هو بيسيدان أمامك في الصورة من البدلاء في شوط المباراة الثاني. دخول أحد المشجعين المغاربة على أرضية الملعب طبعا للسلام مع بعض اللاعبين. هذا الشيء طبعا غير مصرح فيه في عالم كرة القدم. سيفتتح منتخب عربي كأس العالم وهو المنتخب السعودي في افتتاحيته أمام منتخب روسيا يوم 14 من الشهر القادم. حكيم زياش راح يمر، ممكن يخلص، الدفاع يتدخل في آخر لحظة والكرة تذهب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. بوصوفا الدقيقة رقم 79، السيطرة لا زالت مغربية، الأهداف لم تأتي حتى الآن، الفرص الكثيرة لم نشاهدها حتى الآن، وممكن الفرصة بالراس سهلة إلى بياتوف خارج أرضية الملعب.